انفينكس نوت 5 اول موبايل من سلسله النوت باندرويد خام وبمشروع اندرويد 1. السلام عليكم، انا احمد فتحي من فون فور يو، وانت دلوقتي على قناه فون فور يو. لو انت مهتم بالتقنيه ومهتم بالمواضيع التقنيه فتاكد ان انت تشترك في القناه دي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وزي ما انتم شايفين فالفيديو ده المقدمه فيه مش طويله زي بقيه فيديوهات المراجعات ومدته طويله جدا، وده عشان قررت اغير شويه شكل المراجعات. فبدل ما تكون مراجعه واحده بس هعمل مراجعتين للموبايل. هخلي واحده منهم بالشكل اللي انا دايما كنت بحبه، هو الشكل المفصل، يعني مراجعه طويله جدا زي المراجعه دي كده، فيها تفاصيل كتير جدا، فيها تفاصيل اللي انت محتاجها عشان تروح تشتري الموبايل وزياده كمان. وتاكد انت من المراجعه دي هتعرف كل حاجه على الموبايل انت عايز تعرفها او مش عاوز تعرفها. ويكون في فيديو تاني مختصر جدا حوالي دقيقتين لاربع دقائق هيتكلم عن مميزات وعيوب الموبايل بشكل سريع جدا للناس اللي مش بتحب المدة الطويله. هتلاقوا لينك الفيديو ده في الاي اللي فوق، وهسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن، فما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشوف لينكات شراء الموبايل ده تحت في الديسكربشن. برده الموبايل موجود في محلات الباشا، ولو عاوز تعرف مواصفات الموبايل ده بشكل كامل برده هتلاقيها تحت في الديسكربشن من موقع عد.com، هسيب لك الرابط. ويلا بينا ونبدا بالتصميم اللي بيجي بلاستيك بالكامل. بس في حركه كده لطيفه في اطار الموبايل بيديك احساس من بعيد حتى لما تيجي تمسكه انه اطار معدني، وظهر الموبايل معمول بلاستيك لامع بيديك انطباع من بعيد برضو انه ازاز. تلاقي شكل الموبايل من بعيد يديك انطباع انه مزيج ما بين الزجاج والاطار المعدني، لكن في الحقيقه انه كله بلاستيك. كمان حركه الانحناء اللي موجوده في الظهر بتديك انطباع انك ماسك السامسونج نوت 5. تقريبا الظهر اللامع ده بالذات مع اللون الازرق هو افضل تصميم في الفئه السعريه دي بالنسبه لي، وشكله فعلا مبهر جدا من بعيد. بس للاسف فهو ملك البصمات، يعني مجرد ماسكه بسيطه للموبايل هتلاقي كميه بصمات ولحاويس والظهر اتوسخ فتفضل تحتاج تمسحه كل شويه. بس انت كده كده معاك كفر سيليكون اسود شفاف هيحل لك المشكله دي، بس للاسف ان هو اسود فهيغطي جمال الظهر الازرق واللون الملفت جدا. الكاميرا هنا مرتفعه شويه بشكل بسيط جدا عن الظهر، لكن مش بتخلي الموبايل مش ثابت، فما فيهاش مشكله. يعني من الحاجات الحلوه في التصميم اللي بتحسسك باهتمام في الموبايل هي انه زراير الموبايل ضغطتها حلوه جدا، بتحس انه صوت الضغط واضح، الفيدباك بتاعها كويس، بتحس انك بتدوس على زرار فعلا. كمان زرار الباور فيه ملمس مختلف عن الصوت، ودي تفاصيل بسيطه حلوه. من الملاحظات هنا برضو ان زرار الباور وزرار الصوت واطي شويه ومخليه الوصول لهم اسهل بكتير وانت ماسك الموبايل في المسكه الطبيعيه. الناس المهتمه تعرف هل الموبايل كبير في الايد، فالاجابه ايوه، هيصعب عليك جدا تمسكه بايد واحده. يعني ده بقى الحال مع اغلب الموبايلات دلوقتي، حتى مع الشاشات الجديده قليله الحواف برضو هيصعب عليك انك تمسكها بايد واحده. الموبايل هنا سمكه 8.4 ملم، وده سمك كبير شويه، بس ده عشان البطاريه العملاقه اللي هنتكلم عنها بعدين. وزن الموبايل هنا حوالي 170 جرام، وده وزن متوسط. خلاصة الكلام عن التصميم ان ده واحد من افضل التصميمات في الفئه السعريه دي، ومع انه بلاستيك بالكامل لكن شكله هيحسسك ان هو ارقى من كل الخيارات اللي في الفئه السعريه دي. نتكلم بقى عن الشاشه، وهنا عندنا شاشه 6 بوصه بدقه فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي بابعاد 18 ل 9. نسبه استحواذ الشاشه من الموبايل ممتازه جدا، تقريبا تقدر ب 79%، ومفيش طبقه حمايه على الشاشه فهتحتاج تشتري سكرين بروتكتور لان الموبايل مش بيجي معاه سكرين بروتكتور في العلبه. قلت قبل كده انه انفينكس بالنسبه لي في الفئه السعريه المتوسطه هي من افضل الشركات اللي بتحط شاشات في موبايلاتها، بالتاكيد بعد شاشات السوبر اموليد من سامسونج. هنا الشاشه بنسبه كبيره بتقرب من نفس توليفه السوبر اموليد، فالوان متشبعه بشكل كويس، كمان تباين او الكونتراست بتاع الالوان كويس جدا. اللون الابيض والاسود هنا حلوين جدا. انا هتحس ان الالوان عموما زاهيه او زي ما بيقولوا كده فايبرنت كولرز. من التفاصيل الصغيره اللي بتعجبني شخصيا ان الشاشه هنا الزوايا بتاعتها مدوره، يعني دي حاجه بسيطه لكن انا بحبها شخصيا. الرؤيه في الشمس هنا كويسه، يعني هتقدر تشوف بشكل كويس تحت الشمس، هتبقى واضحه مش هتواجه اي مشكله. زوايا الرؤيه كمان حلوه ما فيهاش اي مشكله. طبعا هنا ما فيش امكانيات اللعب في الوان الشاشه، ولا دافيه ولا بارده ولا حاجه من الحاجات دي كلها عشان ده اندرويد خام. كمان مفيش ميزه الامبيانت ديسبلاي اللي هي زي الاولويز اون ديسبلاي اللي بتظهر لك نوتيفيكيشنز، كانت موجوده في المي اي 1 اللي هو اندرويد 1 برضو. الخلاصه ان تجربه الشاشه هنا من التجارب المميزه والممتعه، واللي في وجهه نظري بتتفوق على كل المنافسين في الفئه السعريه دي. وندخل على الصوت واللي كان ممتاز كعلو في الفئه السعريه دي، كمان نقاء الصوت ممتاز وعمق الصوت وتجسيمه مقارنه بمنافسيه، ودي تجربة كده للصوت. لما نتكلم على تسجيل الصوت فالموبايل هنا مفيهوش مايك اضافي لعزل الضوضاء تقريبا زي كل موبايلات انفينكس، والاعتماد على السوفت وير. لو بتسجل محاضرات او فويس نوتس او اي حاجة من الحاجات دي كلها مش هتلاقي اي مشكلة، ودي تجربة لتسجيل الصوت. قل هو الله احد الله الصمد. ومفيش اي اضافات في الصوت او تحسينه من خلال السوفت وير او حتى اي اعدادات للهيدفونز او الحاجات دي كلها. ندخل بقى على الكاميرا، ودي حاجه اغلب الناس بتهمها. الكاميرا الخلفيه هي كاميرا واحده 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0،
وفلاش ثنائي، وحجم بكسل 1.4 مايكرون، والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.0، وحسب كلام الشركة إنه في خاصية بتدي لو لايت سيلفي أحسن. لما نتكلم عن أداء الكاميرا الفعلي ففي الإضاءة القوية الموبايل بيدي صور ممتازة بألوان متشبعة وتفاصيل جيدة جدا. الديناميك رينج متوسط تقريبا كعادة أغلب موبايلات الفئة دي، لكن مازال أفضل من بعض المنافسين. خلينا نشوف مثال مثلا في الصور. كتفاصيل هنلاحظ إن رقم الباص البعيد ده مثلا باين لما تعمل زوم، ومش هنخسر كتير قوي. في الإضاءة ضعيفة جدا بقى الموبايل بيدينا أداء مش كويس، بحيث إنه التفاصيل بتقل جدا وبيكتر النويز. السيلفي بقى بيدي أداء في وجهة نظري حلو جدا مع تفاصيل كويسة جدا، وبيتعامل كويس مع الوضع اللي بيبقى في ضوء قوي وراه. برضو الديناميك رينج يعتبر متوسط، الألوان برضو هنا بتبقى متشبعة وزاهية فبتديك شكل حلو. لكن كان في عيب كده في السيلفي، إنه السيلفي اللي في الإضاءة الصناعية ما كانش بيبقى شكله حلو قوي. بالليل فعلا الشركة بتصدق في فكرة إنه لو لايت سيلفي ممتاز. في الضوء القليل جدا الموبايل دايما منور الصورة جدا، ده بيجي على حساب ظهور نويز في الصورة، لكن في النهاية مع إضاءة ضعيفة جدا بتطلع صورة منورة، ودي حاجة كويسة جدا. في خاصية العزل في السوفت وير في السيلفي والكاميرا الخلفية، وللأسف زي تعليقي على أغلب أو كل موبايلات انفينكس تقريبا في النقطة دي، العزل وحش جدا ومش بيطلع مظبوط في أغلب الوقت. الكاميرا بتصور في فيديو فول اتش دي سواء الخلفية أو السيلفي، وملاحظة إن الفيديو بيطلع ألوانه طبيعية أكتر عن الصور. بالليل الكاميرا الخلفية الفيديو فيها بيبقى مش كويس قوي ومظلم، على عكس الكاميرا الأمامية اللي السيلفي فيها بالليل بيبقى منور جدا بالظبط زي صور السيلفي، ودي حاجة كويسة. برضه ممكن تشوف جودة الصوت اللي طالعة في الفيديو والاهتزاز والحاجات الجميلة دي. ده تصوير فيديو بالسيلفي بالكاميرا الأمامية للإنفينكس نوت 5 على فول اتش دي في إضاءة ضعيفة جدا، تقريبا ده نور الشارع بس. نلاحظ إن الموبايل في الكاميرا الأمامية بينور الصورة أوي، يعني دي مش الإضاءة شكلها الطبيعي. طبعا في نويز كتير جدا في الصورة، بس برضه الصورة منورة جدا عن الطبيعي. تطبيق الكاميرا بقى هو تطبيق انفينكس، ودي حاجة الوحيدة في السوفت وير اللي فيها تاتش انفينكس. هنلاقي هنا اضافات بسيطة زي التايم لابس للفيديو، وضع التصوير الليلي، ووضع البانوراما، ووضع الاحترافي اللي بيخليك تغير كل حاجة تقريبا بنفسك في الاعدادات. وفي شوية فلاتر ممكن تضيفهم، واكيد البيوتي مود في الخلفية والامامية موجود. في ميزة هنا اضافية هي جوجل لينس محطوطة جوه الكاميرا، ودي حاجة تبع جوجل بتخليك لما تشاور بالكاميرا على حاجة يقولك ده ايه، لكنها طبعا في مصر مش دقيقة ومش مفيدة. الخلاصة ان في وجهة نظري الكاميرات ادائها جيد جدا بالنسبة للفئة السعرية دي، وتقريبا بتتفوق على اغلب الخيارات اللي موجودة في الفئة دي الا الميزو ام 6 نوت، لكن كان ينقصها انها تكون كاميرا مزدوجة عشان تكون زي العادة في الفئة السعرية دي. البطارية في الموبايل 4500 ملي امبير، وده رقم ضخم. قدر يديني 11 ساعة سكرين اون تايم على واي فاي خلال يوم كامل من الاستخدام، وتقريبا ربع ساعة بس مكالمات وعلى سطوع تلقائي، واداني حوالي 7 ساعات سكرين تايم على داتا اغلب الوقت مع شوية واي فاي في الآخر، على سطوع تلقائي برضو، ومكالمات حوالي 40 دقيقة. الأرقام دي قدرت تخليني أكمل يوم كامل باستخدام تقيل في كل الأحوال. يمكن كنا نتوقع من بطارية 4500 ملي أمبير أداء أحسن من كده، لكن يمكن بسبب الهيليو بي 23 اللي بيجي بدقة تصنيع 16 نانومتر مش 14 زي السناب دراجون 625 أو ال 450، فهنلاقي إن الأداء مش اللي احنا متوقعينه. نيجي بقى لمدة الشحن، ودي حاجة مميزة جدا في الموبايل. فالموبايل ده فيه شحن سريع، كمان الشحن السريع مرفق في العلبة، شاحن 9 فولت 2 أمبير، وده تقريبا بيشحن الموبايل في حوالي ساعتين او ساعه و45 دقيقه، وده رقم كويس جدا على بطاريه 4500 ملي امبير. الخلاصه ان اداء البطاريه وكمان ان هو معاه شحن سريع في العلبه وبيشحن بسرعه يعتبر شيء مميز جدا في الفئه السعريه دي ومتفوق على كل المنافسين. نيجي للجي بي اس، وهو سريع وبيحدد مكان بسرعه كويسه ودقه، في كمان بوصله، فتجربه النافيجيشن هنا ممتازه. يمكن كمان مع اداء البطاريه العملاق ده هيديك موبايل مناسب جدا للشغل في اوبر او كريم او اي حاجه بتعتمد على الجي بي اس. الموبايل فيه بصمه موجوده في الجهه الخلفيه وشغاله بشكل سريع ودقيق، لكن ملهاش اي وظيفه تانية غير انها بصمه، لان ده اندرويد خام. كمان مفيش ميزه التعرف على الوجه اللي هي حاجه ملهاش اي لازمه اصلا، لكن الشركات بتحطها كتسويق. ندخل بقى على اداء الموبايل. الموبايل بيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 23 مع 3 جيجا رام و32 جيجا ذاكره داخليه، وفي نسخه جديده نزلت ب 64 جيجا و4 جيجا رام واغلى حوالي 400 جنيه. المعالج ده شفناه في اوبو اف 5 قبل كده، وبيجي بدقه تصنيع 16 نانومتر وتردد 2 جيجا هرتز 8 نواه. كل الانواع هنا من نوع كورتكس اي 53، وده بيدينا على انتوتو حوالي 83,000 نقطة، أكتر من السناب دراجون 450 بحوالي 12,000 نقطة، وكذلك أكتر من السناب دراجون 625 بحوالي 7,000 نقطة. على ورق المعالج الرسومي بيتفوق عنهم برضو بحاجة بسيطة، وده اللي هنجربه بعدين. التجربة
العمليه اداء الموبايل كاستخدام يومي سريع، واستخدام يومي اقصد بيه انه السوشيال ميديا بتنقل بين فيسبوك، ماسنجر، واتساب، تليجرام، تويتر، بيج مانجر، كرييتور ستوديو، الابلكيشنز بتاعتي كلها بتنقل ما بينها، مبقاش فيها اي مشكله. بتفرج على يوتيوب، بفتح مواقع، بتنقل بين التطبيقات بسرعه كويسه جدا وسلس. وحاليا احنا بنجرب نفتح برامج كتير ونتنقل بينهم عشان تشوف انت السرعة في التنقل بين التطبيقات والسرعة في انك تفتح الابليكيشنز. طبعا الموضوع محتاج وقت كبير ان انت تفضل ماسك الموبايل كذا ساعة مثلا تستخدمه عشان توصل بالموبايل لاقصى استخدام ممكن. فعلا انا استخدمت الموبايل كذا مرة باستخدام مطول جدا، مثلا كام ساعة انا بستخدم الموبايل ماسكه في ايدي بستخدمه، وبرضه اداء الموبايل ما قلش معايا، كان كويس طول فترة الاستخدام. من الحاجات المهمة ذكرها هنا ان الموبايل مع الاستخدام الطويل في الجو الحار ده ما كانش بيسخن بشكل زيادة عن اللزوم. الخلاصة ان اداء الموبايل اليومي كان كويس جدا وسريع وسلس ومفيهوش اي مشكلة. هنبدأ نجرب اختبار الالعاب. انا اول مرة اشوف اداء الموبايل على الالعاب، يعني دي هجربه لايف قدامكم. كان المفروض العب كذا لعبة غير دي، لكن للاسف بسبب مشكلة في النت فمعرفتش انزل غير اللعبة دي مارفل فيوتشر فايت. انتوا شايفين الجرافيكس هنا على هاي. اللعبة شغالة كويس، لكن يعني كان في شوية فريم دروبس كان في الأول بتحصل. كده شغالة كويس يعني. يعني يمكن في الاول حصل شويه فريم دروبس، لكن اللعبه كانت شغاله كويس بعد كده. اظن الاداء الالعاب كويس يعني على مقارنه باللعبه دي. نيجي بقى للكلام عن الشبكه وادائها. الحقيقه كنت بحاول اشوف طريقه لقياس الشبكه ومقارنتها بموبايل تاني بشكل دقيق عشان اديكم فكره عنها. لقيت ابلكيشن اسمه سيجنال سترينث، وده بيدينا قوه الشبكه بوحده اسمها DBM. كل ما الرقم ده يقل كل ما يبقى افضل. عموما في المكان فيه شبكه كويسه جدا، فمقارنه بموبايلي اللي هو المي اي 1 الموبايل ده كان بيتفوق شويه في جوده وصول الاشاره. حاجه بسيطه جدا اللي هو الانفينكس نوت 5 بيتفوق سواء في الواي فاي او سواء في الشبكه عن المي اي 1 حسب الابلكيشن ده بحاجه بسيطه. ده من الجانب النظري. عمليا بقى تجربتي الشخصيه مع الموبايل
الموبايل ملاحظاتي على الواي فاي ان هو كان ثابت، ما حصلش فيه اي مشكله. الشبكه برده ما حصلش فيها اي مشكله، ما وقعتش قبل كده وانا بتكلم في الموبايل. لكن كان في مشكله واحده بس هي اللي حصلت، في مكالمه ما عرفتش توصل لي، يعني الشبكه وقعت او الشبكه ما كانتش موجوده. عموما فكره الشبكه بتخضع لمتغيرات كتير، ابرزها طبعا جوده الشبكه اصلا في المكان اللي انت فيه. وطبعا ما شاء الله احنا في مصر اغلبيه الاماكن الشبكه فيها مش كويسه، فكان صعب ان انا اقيس جوده الشبكه في الموبايل، لكن حاولت على قد ما اقدر اختبرها. الخلاصه ان الشبكه كويسه وما فيهاش مشكله. نيجي بقى للسوفت وير، ودي الميزه اللي انفينكس بتروج ليها جدا. الموبايل ده اندرويد 1، يعني اندرويد خام، بيجي باندرويد اوريو 8.1 من العلبه، وطبعا ضامن تحديثات لمده سنه ونص، يعني ضامن اندرويد بي واندرويد اللي بعده. يمكن الترويج الكبير للاندرويد الخام من انفينكس بسببه ان اصلا انفينكس ناويه تغير الاكس او اس تخليه شبه الخام جدا، فهي بتروج للموبايل ده من دلوقتي على ان مميزات الاندرويد الخام، عشان لما تنزل السوفت وير بتاعها هو كمان يبقى خام، فيبقى الناس اتعودت عليه. الاندرويد الخام معروف انه مميزاته انه خفيف، ما فيهوش اضافات تتقل الموبايل، وسلس وبيوصل تحديثات افضل، وفوق كل ده الباجز فيه قليله. لكن عيبه الوحيد ان نسبه كبيره من الناس بتحب الاضافات اللي بتعملها الشركات وامكانيات تخصيص الموبايل بشكل اكبر. فالاندرويد الخام برضو يعتبر بيفقد بعض المميزات المهمه، ابرزها مثلا الدول ابس، وبرضو تسجيل المكالمات جوه النظام، تسجيل الشاشه فيديو جوه النظام، كمان متجر الثيمات. وان كان ان بعض الحاجات دي ممكن تنزل ليها ابلكيشنز تعمل نفس المهمه، زي مثلا الدول ابس ليها ابلكيشن اسمه بارل سبيس، ومثلا متجر الثيمات ممكن تنزل اي لانشر زي نوفا لانشر. والحقيقه انا شايف ان اما الشركه يبقى عندها سوفت وير قوي جدا وتبقى محترفه في السوفت وير، والاهم من اضافات السوفت وير انه يكون سلس وخفيف، او انها تتجه للخام على طول. يعني ملهاش لازمه تبقى قاعد تحط السوفت وير بتاعك وهو في مليان مشاكل والناس مش بتحبه. برغم ان اكس او اس اتحسن كتير جدا عن زمان، الا انه برضو تجربه الخام هنا قويه جدا وبتديك كده احساس احسن للموبايل. وبرضو في مميزات للاندرويد الخام بيتم الترويج ليها، وهي ببساطه انه افضل واجهه فيها خدمات جوجل. فعلى الشاشه الرئيسيه هتلاقي جوجل بتجيب لك الاخبار والمواضيع اللي انت مهتم بيها. في جوجل اسيستنت بس ده موجود في كل الموبايلات. كمان في جوجل لينس اللي اتكلمنا عنها في الكاميرا. في مميزات لجوجل انفينكس بتروج لها، زي انك تسال جوجل عن اي حاجه انت عاوزها. فمثلا لو انت عاوز تعرف مواعيد ماتشات او اخبار فريقك، او حتى ماتش اللي شغال دلوقتي يجيلك عليه لايف ابديتس، كل اللي عليك تعمله انك تخش على جوجل تكتب اسم الفريق بتاعك وهتجيلك الاخبار او حتى اللايف ابديتس بتاعت الماتش. ومش بس الكوره، عن اي حاجه كمان. لكن دي برضو موجوده في كل الموبايلات. هو عموما اكبر مميزات الاندرويد الخام هي السلاسه، وان هو خفيف ما فيهوش حاجات اضافات كتير زياده او حاجات ملهاش لازمه، وانه بيجيله تحديثات. اخيرا خلينا نتكلم بقى على شويه اضافات. الموبايل ده فيه لمبه اشعارات بتنور بلون واحد وهو الازرق، فيه مستشعر الجيروسكوب فبيشغل نظارات الواقع الافتراضي، فيه مستشعر الضوء. لكن الموبايل هنا لما تحطه على وضع تلقائي جوه البيت او في الاماكن المقفوله لازم يكون فيه تغير كبير في الضوء عشان يقدر يغير السطوع. ودي حاجه حلوه مش وحشه، لان زمان قبل كده كان السنسور بيغير الاضاءه مع اي تغير في الضوء، يعني لو حطيت بس ايدك على السنسور كان بيغير. وبما اننا بنتكلم عن المستشعرات، فكان في بج حصلت في مستشعر التقارب. الطبيعي ان انت لما تحط الموبايل على ودنك الموبايل الشاشه بتاعته بتقفل، ولما ترجعه تاني بعد ما المكالمه تخلص انه يرجع يفتح تاني. لكن هنا كان بيحصل بج ان الموبايل ما بيرجعش يفتح تاني، ولازم تدوس على زرار الباور وتلاقي لك شويه كده. يعني هي جلitchايه ممكن تحل بتحديث بعد كده. الموبايل ده بيدعم شريحتين ومكان منفصل للميموري، والشريحتين هنا بيدعموا 4G في نفس الوقت. الموبايل بيدعم خاصيه اليو اس بي او تي جي. الموبايل ما فيهوش راديو. نيجي بقى لسؤال الناس بتساله كتير جدا، وهو خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع لانفينكس هي كارل كير، ويمكن الفتره اللي فاتت كان في شكاوى كبيره جدا من كارل كير، وناس كتير قوي بتشتكي من كارل كير. لكن الفتره اللي فاتت انفينكس اشتغلت على كارل كير جدا، الشكاوى قلت جدا وما بقناش نشوف شكاوى كبيره من كارل كير. انا شخصيا ما جربتش خدمه ما بعد البيع في انفينكس، بس انا ليا وجهه نظر في موضوع خدمه ما بعد البيع. تقريبا اغلبيه الشركات، ان ما كانش كل الشركات في مصر، موبايلات وغير موبايلات، اجهزه الكترونيه، حتى شبكات الموبايلات، خدمه ما بعد البيع او خدمه العملاء فيها سيئه جدا. مفيش شركه في مصر فيها خدمه عملاء محترمه او خدمه من بعد البيع محترمه. تقريبا لو انت جيت دورت هتلاقي ان كل الشركات حصل معاها مشكله. الخدمه ما بعد البيع في مصر انت وحظك. فالموضوع في مصر ما هواش يعني مفيش مقاييس تقدر تقيس عليها تقول ده احسن من ده او ده احسن من ده، لان كلهم طلع منهم مشاكل وكلهم في ناس حلت مشاكلها. فاللي هو انت وحظك من الاخر. ممكن نتكلم مثلا عن فكره توافر قطع الغيار وتوافر تصليح الموبايل وتوافر اكسسوارات للموبايل، ودي في انفينكس هتكون موجوده. هتلاقي قطع غيار للموبايل، هتلاقي اكسسوارات للموبايل، تقدر تصلح موبايلك سواء في التوكيل او حتى بره التوكيل. فدي مش مشكله خالص في انفينكس. الخلاصه انه بسعر 3100 جنيه الموبايل ده بيدينا اكتر باقه او اكتر باكج متكامل متوازن في الفئه السعريه دي. فاداؤه كويس جدا وسلس، بيديك بطاريه جيده جدا مع شحن سريع، وكمان تجربه اندرويد الخام الجيده جدا. بنتكلم على ان المنافسين هم الاونر 7 سي، الواي 7 برايم 2018 من هواوي، الريدمي اس 2 من شاومي، الريدمي 5 بلس من شاومي برضو. وفي وجهه نظري ان هو بيتفوق على كل الخيارات دي. يمكن ناس كتير
كتير بعد ما اعلنت شاومي عن الاي 2 لايت برضه باندرويد خام اندرويد 1، قالت انه هيكون منافس قوي للموبايل ده، والحقيقه ان هو فعلا منافس قوي للموبايل ده، لكن المقارنه ما بينهم محتاجه تفصيل، وعشان كده ان شاء الله المقارنه ما بين الموبايلين دول اجلها لما اجرب الاي 2 لايت واشوفه، تبقى مقارنه فعليه ما بين الموبايلين. لكن في وجهه نظري ان انت لو رايح تشتري دلوقتي ب 3100 جنيه في الموبايل ده خيار كويس جدا ان انت تحطه في اعتبارك. طبعا الراي بيرجع ليك في الاخر، لكن لو انا ساعدتك تاخد قرار فهتلاقي رابط شراء الموبايل ده تحت في الديسكربشن. لو انت اشتريت منها هتكون بتدعمنا، كمان ممكن تشتري الموبايل ده من كل فروع محلات الباشا، وممكن تشتريها قسط او كاش او حتى بالكريدت كارد. تفاصيل اكتر عن محلات الباشا هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ولو عاوز تتابعني على تويتر @احمد مدحت جدو، ولو عاوز تتابعنا على فيسبوك موجودين على الجروب @فون فور يو كوميونتي، وعلى الصفحه @فون فور يو، موجودين على التليجرام حتى @فون فور يو كوميونتي. هتلاقينا في كل الحاجات دي، ورابط كل الحاجات دي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ويلا سلام.